هو ليه الاهلي بيعمل في نفسه كده؟ كولر حرفيا لو قاصد يخسر ما كانش عامل اللي عمله ده. ايه التشكيل ده؟ وليه ما تبداش بتشكيل زي الناس؟ ايوه انا عارف انك عندك غيابات، بس المفروض استغل العناصر اللي عندي افضل استغلال، مش اقعدهم على الدكه. يعني ليه مثلا ابدا بعمر كمال كجناح؟ ما انت عندك عبد القادر بره او حتى رضا سليم. ده غير كمان ان عمر كمال كان مكسر الدنيا في الباك اليمين الماتش اللي فات. ده كمان كهربا ممكن يلعب كجناح عادي يعني. وليه ابدا اصلا بجد موديست فيرود؟ ما انا عندي بره وسام ابو علي حلو ومتحرك وبدني كويس جدا ولسه مسجل لك هدف اخر ماتش. وليه ابدا بندفد في نص الملعب؟ ما انا ممكن احط اكرم توفيق. منك لله يا كولر. وفي حاجه بقى انا ملاحظها في الاهلي من بدايه الموسم، الاهلي كان معروف عنه يا ابو الكباتن ان هو بيسجل في البلاس 90. اوعى تامن غدر الاهلي في البلاس 90. لا حضرتك دلوقتي ائمن عادي، لان الاهلي بقى بيتسجل فيه اهداف في البلاس 90. سبحانه. منك لله يا كولر. لو كله كوم بقى ابو الكباتن وفرحه عبد الله السعيد دي كوم تاني. يا كابتن عبد الله هانت عليك العشره؟ ده انت جريت يا راجل واحتفلت اكتر ما جريت في الماتش، ولا كانك جبت جول في نهائي كاس العالم. منك لله يا كولر. بصراحه فوز مستحق النادي الزمالك بنتيجه 2-1 بثنائيه لسيف الدين الجزيري، وسجل هدف الاهلي الوحيد هو عبد القادر. المباراه كانت مؤجله من الجوله العاشره في مسابقه الدوري المصري، وبنتيجه مباراه اليوم يصبح رصيد الزمالك 21 نقطه. ده انا اللي هيجي لي نقطه اقسم بالله من الماتش ده، علشان يتواجد الزمالك في المركز التاسع، وبيقف رصيد النادي الاهلي عند 21 نقطه في المركز التاسع برضه. منك لله يا كولر. وبيحتل نادي بيراميدز حاليا صداره ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطه، وبيتواجد نادي انبي في المركز الثاني ب 28 نقطه. فنقول الف مبروك للفارس الابيض وهارد لك للنادي الاهلي.